لك الأول هو عن اللاعبين المحترفين. احنا بالدعوة الأولى دعينا 6 لاعبين محترفين، وما زال أبواب المنتخب مفتوحة للجميع. إذا أريد أذكر لك اسم أو أذكر للإعلام اسم بلند، بالفترة اللي قبل التصفيات كان لاعب مصاب يعاني من إصابة. بالوقت الحالي احنا دا نشوفه دا يلعب، ممكن الأسابيع المقبلة أو الشهر القادم ممكن تكون إلى حظوظ بالمنتخب أو لا، حسب وضعه الفني اللي جاي يقدمه. بالنسبة للحموي أيضا، إذا أنت ما طرقت له، الحموي إحنا قبل التصفيات دعيناه أكثر من مرة كان والده أعتقد مريض ورفض المجيء. قبل التصفيات صاب، وأيضا ما قدر يجي للنهايات، وأيضا راح يبدأ الدوري السويدي وإحنا مراقبين هذا العمل، وإن شاء الله راح نتابع الحموي خلال الدوري السويدي بالفترة القادمة. بالنسبة للاعب الثالث حسين علي حيدر احنا ما عندنا أي معلومة عنه، شفناه مع المنتخب الأولمبي، سألنا على المعلومات مالته، لاعب 2005. أنا أعتقد للمنتخب القادم إن شاء الله راح يخدم العراق، لأن بالفترة الحالية ما نقدر نزيج لاعب بهاي الفترة هو ما متدرب ويانا وما يعرف عن منتخبنا أي شيء، لأنه بهذا السن الصغير. فإن شاء الله بالفترة القادمة أو المنتخب القادم راح يكون له حظوظ جدا عالي، وإحنا باب المنتخب تبقى مفتوحة للجميع بدون استثناء. يعني كابتن عدنان حمد هو الأب الروحي إن احنا من كنا لاعبين، بالإضافة إلى ذلك هو مدرب يعني ممتاز، عمل بكثير من الأماكن إذا كان على مستوى المنتخبات أو على مستوى الأندية. كلامه يعني درس إن احنا كجهاز فني ونتعلم من عنده الكثير. إن شاء الله بالفترة القادمة شنو السلبيات اللي عندنا ممكن احنا نتجاوزها ونتعلمها، ونتعلم من المدربين الأكبر من عندنا حتى لو أكبر من عندنا بيوم. إن شاء الله. شعرك انتخابات كأس العالم بالأرجنتين، شفت واحد كلاعب والآن تخوضها كمدرب؟ شعور جدا جميل بالنسبة للعراق وبالنسبة إلي على المستوى الشخصي، لكن أنا دائما ما يهمني أنه البلد وإمكانيات البلد، هل هي مستوى يليق بسمعة هذه الكرة أو يليق بسمعة هذا البلد. فأنا ما يهمني على المستوى الشخصي نهائيا، وإنما يهمني على المستوى الجماعي. كابتن عماد، أول شيء إن شاء الله في هذه البطولة العالمية لمنتخبنا الشبابي، اليوم شاهد نقص في عدد اللاعبين، خصوصا اللاعبين في دوري النخبة. أعتقد أنه منتخب أنديتهم كان عن هذا راح اجاوبك على الثاني. مده الشهرين كافيه بالنسبه لنا، لان احنا استونا طلعنا من بطوله اسيا والفريق معد اعداد ممتاز. بالاضافه لذلك راح نخوض معسكر ممكن الفتره القادمه، وهذا المعسكر كلش جدا كافي لخوض 4 مباريات او 5 قبل النهائيات. بالنسبه للاعبين احنا اكيد عندنا تعاون مع المدربين ومع الانديه. بالفتره الحاليه ممكن لاعب يغيب يوم او يومين بسبب وجود مباريات على مستوى دوري النخبه، لكن الكم الهائل من اللاعبين موجودين. بالاضافه الى ذلك المحترفين غيابهم راح يكون تواجدهم يكون بالمعسكر ان شاء الله. شكرا جزيلا. كابتن يعني احنا نستثمر الوقت معك، يعني ممكن هاي الوقت التدريبيه ماكو مشكله الاولى والاخيره. اريد اسال ايضا على لاعبين طرحهم الكابتن المدير الاداري كابتن نديم، وايضا هناك اجراءات اداريه حولهم اللي هو يوسف الامين ويوسف الامام. اتمنى من حضرتك انه لان الموضوع فيه يمكن اجراء اداري يخص عمليه نقل سجلاتهم او انه مثلوا منتخبات شباب في المانيا والسويد. خلنا اتكلم على يوسف الامام. يوسف الامام انا قبل سنه وجهت له الدعوه لمنتخب الشباب، وكان هو رافض يريد يمثل منتخب السويد. بالفتره الاخيره واحنا باوزبكستان صار اكو كلام ما بيننا وبين والده، ما بين المدير الاداري لمنتخب الشباب نديم وما بين والده، على انه اللاعب يحب انه يمثل العراق. فاني فرحت جدا لان هو لاعب ممتاز بالنسبه ليوسف الامام. وكلمت كابتن عدنان درجال قلت له ما دام كابتن راضي لديه بطوله بقطر، اتمنى انه تستدعون يوسف الامام للمشاركه مع كابتن راضي على مود احنا نشوفه، هاي بدون ما يعرف بها الاعلام،
هاي دعوه من عندي اليوسف الامام، حتى بدون ما يعرف الكابتن راضي يعني. وانا قاعد يمي كابتن عدنان، اتصل بكابتن راضي وقال له اكو لاعب جيد، وكلمني عليه كابتن عماد، ووجهنا له الدعوه واستقبل الموضوع كابتن راضي، وجه له الدعوه ولعب. واحنا لدينا قناعه جدا ممتازه خاصه بالبطوله الاخيره اللي شارك بها. ان شاء الله راح نكمل اوراقه بالفتره المقبله. بالنسبه ليوسف امين، يوسف امين ايضا انا قبل سنه وجهت له الدعوه ووالده رفض، وهو ايضا رفض، قال انا بدي اشارك مع منتخب المانيا. وبالوقت وشارك مع منتخب المانيا، احنا قلنا له لك كامل الحريه، شارك مع منتخب المانيا، لكن بالوقت الحالي هو له رغبه انه يمثل المنتخب العراقي. اذا سمحت له لوائح الفيفا انه يمثل المنتخب العراقي فاني ارحب به ترحيب كبير جدا، لان يوسف امين من اللاعبين اللي انا معجب بهم جدا. فاتحنا الاتحاد الدولي وان شاء الله انا بلغت الاتحاد وبلغت المدير الاداري انه يباشر باعماله، وبالسرعه الممكنه من الممكن انه اذا كملت اوراقه نشوفه باقرب وقت يكون مع المنتخب، مع منتخب الشباب. كابتن، نقل البطوله من اندونيسيا الى الارجنتين، حسابات اختلفت. طبعا اكو حسابات اختلفت، لان كانت البطوله في بلد رطب، في بلد ممطر. انتقلت البطوله الى بلد بارد بالوقت الحالي الارجنتين، درجه الحراره مقاربه الى درجه حراره اوزبكستان. فاكيد يعني ممكن حتى معسكرنا المدينه ممكن تتغير، عمليه التدريب مالنا ايضا يجب ان يكون متغير، كل الوسائل لازم تتغير يعني عندنا. كابتن، اليوم اول وحده تدريبيه بعد نهايه كاس اسيا، شنو برنامجكم الاعدادي راح يتضمن قبل كاس العالم؟ طبعا برنامجنا 20 يوم مع مباراتين بالعراق، ان شاء الله ننتقل الى اسبانيا 4 مباريات، بعدين نرجع للعراق نلعب مباراه اخيره بالعراق، ومن عندها نتوكل ان شاء الله الى بلد البطوله. كل التوفيق. شكرا. شكرا.